صباح الخير. أنا جيت. هل بنكدب على نفسنا؟ وإمتى فعلا بنكون بنكدب على نفسنا؟ لأن أنا ممكن أكون بكدب على نفسي، وممكن أكون لأ، أنا باخد خطوات بس لسه ما بقتش 100%. فهنا هتختلف المنظور، يعني منظورنا للموضوع هيختلف تماما. في الشق الأول أنا بكدب على نفسي عشان أسكن الألم، عشان أهدي تفكيري. أنا بعمل الحاجة الفلانية في حين إن أنا في الواقع مش بعملها. زي ايه؟ زي مثلا انا بكره عقليه الضحيه، انا ما بحبش عقليه الضحيه، انا مش عايشه ضحيه خالص. طيب لما اجي اراقب كلامي، او لو جينا نبص على الشخص ده، هنلاقي ايه؟ يومه في يومه عموما بيشتكي كم مره؟ زهقان وطهقان وكل حاجه كم مره في يومه؟ الفيسبوك مثلا او الانستجرام او التيك توك بتاعه، ايا كان السوشيال ميديا بلاتفورم اللي هو عليها، فيها كام بوست او كام فيديو بيشتكي؟ ما احنا هنا لازم نشوف الحاجات دي. ده الريفرنس بتاعنا. الشخص ده فعلا ما هو عكس عقلية الضحية، عقلية القائد او الجروث مايندسيت او عقلية النمو. فهل هو عقلية نمو وفعلا ده اللي يومه مليان بيه وده اللي كلامه مليان بيه، ولا هو بيسكن الألم؟ هو عارف وحاسس ان انا عقلية ضحية بس بسكن نفسي، انا بهدي افكاري. لا، انا مش عقلية ضحية خالص. طيب انا بذاكر وجبت اخري، خلاص انا مجتهدة جدا، بصوا انا مخلصة كل الكتب. ده مش حقيقي طبعا، بس لو انا بقول كده، طيب هل كل فرصة بتجيلي فعلا انا بقعد اذاكر فيها؟ ولو لا خلاص اصلا انا النهارده مش قادره، لا بصوا انا هقعد بقى على السوشيال ميديا دلوقتي شويه عشان تعبت قوي، وافضل اضيع في الوقت. لا اصل مش لاحقه، ماليش مزاج، اصل هم ازاي ادونا كل الكم ده، وهطلع بمليون حجه. يبقى انا هنا طبقت اللي انا بقوله، ولا انا بضحك على نفسي وبكذب على نفسي؟ طيب لو جيت قلت انا دايما بسعى للتطور، طيب حلو، عملت قد ايه وقت من يومي خصصته للتطور ده؟ مفيش. يبقى انا هنا بضحك على نفسي، انا بسكن الألم او بسكن الحاجة اللي جوه. انا بقولها بره لكن مش بعملها. انا ممكن افضل اقول انا باكل هيلثي، طيب قد ايه كام وجبة من يومي بيبقوا هيلثي؟ مش هقول على فكرة على طول ان احنا ماشيين هيلثي، لا ماشي، كام وجبة من يومي بيبقوا هيلثي؟ لا مفيش. اصل انا الصبح كنت مع صحابي وطلبوا، كان لازم كلنا نطلب سوا، والظهر ماما كانت عامله صينيه مكرونه بشاميل فظيعه، وبالليل بقى لا، ما اصل احنا خرجنا وقعدنا في كافيه وما كانش فيه حاجه خالص، ما كانش ينفع، فكان لازم اطلب حاجات ان هيلثي. يبقى انا هنا اوجدت لنفسي المبررات وبتكلم لمجرد اني بسكن القلق، انا بضحك على نفسي. هل احنا بنكون قاصدين ده؟ في ساعات بيكون بشكل لا واعي. طيب ازاي اقدر امسك نفسي فعلا لو انا بعمل او بكذب على نفسي او بضحك على نفسي او بعمل التصرف ده؟ اول حاجه التراكنج، سواء بقى بالجورنالينج ان انا اكتب يوميات، او ان انا اراقب نفسي. مجرد الوعي لنفسي على مدار اليوم، انا كام مره اشتكيت وصحت وبكيت وبقيت شكاءه بكاءه زي اخت طه حسين؟ ولا لا انا تمام، انا في الموقف ده اتضايقت شويه بس بعدها شفت ايه الحل اللي في ايدي، او ايه اللي اقدر اعمله، او ايه التصرف اللي صدر مني، وبدات اتصرف على هذا الاساس. يبقى انا هنا خدت القياده لنفسي ولا سلمتها لبره؟ فبالتالي انا بقيت قادره احسب انا قد ايه من يومي انا فعلا جروث مايندسيت، او انا قد ايه من يومي مش بشتغل بنظام عقليه الضحيه، او قد ايه من يومي انا فعلا بطبق اللي انا بقوله. طيب بس انا مثلا جيت في الوجبه الفلانيه ما قدرتش اكل صحي قوي، طب ماشي، في وجبات تانية، في سناكس في النص، في حاجات كتيره قوي. عملنا ايه في دول؟ ما هو مش اليوم كله، مش بنشتغل بقول اور نان، يعني يا كل حاجه يا ما فيش حاجه خالص. لا مش جهاز عصبي احنا، يعني لا بالراحه، احنا يا اما مشينا واحده واحده. ان احنا نمشي واحده واحده دي، يعني جزئيه ان انا بقيت
بيرفكت في كل حاجه اتفقنا ان هي مش موجوده. فبالتالي لما اجي اخد خطوات انا هبدا اعرف لا انا هنا مش بضحك على نفسي، انا خدت خطوات في 1 2 3، فبالتالي انا مش بضحك على نفسي، بس انا لسه في الطريق. في الطريق معناها مش معناها ان انا بضحك على نفسي، في الطريق معناها ان انا بحاول، هوصل، بجاهد، بسعى. كل دي مش بضحك على نفسي ولا بكذب على نفسي، انا فعلا بحقق. طيب هشوفها ازاي؟ زي ما اتفقنا، الجورنالينج او ان انا اكون واعيه ليومي، يا اما هكتب يومياتي، يا اما الوعي، يا اما الصحاب اللي اتكلمنا عليهم في الفيديو اللي فات، العلاقات، ان يكون حوالينا علاقات تكون فعلا صادقه معانا، تصدقنا القول ان لا لا انت كويس، انت زي الفل. لا يعني احنا عايزين العلاقات اللي هتشوف فعلا الحقيقه وتقولها لنا، اللي هتشوف فعلا احنا غلطنا في ايه وتوجهنا. لا لا استني، انت في الحته دي متعصبه زياده، فاستني اهدي شويه الاول. او لا طب ما انت غلطتي في الحته دي، ما كانش المفروض تتصرفي بالطريقه الفلانيه، من غير لوم ومن غير ذنب ومن غير جلد ذات. بس الناس اللي بيوجهونا او بيكونوا عينينا من بره، الراي الاخر. اتفقنا المره اللي فاتت ان طول ما انا في احاديه الراي دي، ان انا رايي بس الصح، او ان انا مش شايفه راي غير رايي، انا ما هكون شايفه نفسي دايما صح، او هنتقد من وجهه نظر واحده، في حين ان انا مش شايفه الاخر ايه وجهه نظره او ايه اللي حصل. انا ممكن اكون متعصبه فما خدتش بالي من حاجات كتير حصلت وانا واقفه، حاجات كتير حصلت حواليا وانا عملت رد فعل غلط، في حين ان انا لو كنت هديت وركزت وسمعت للي حواليا هقدر احكم بشكل منطقي اكتر. فبالتالي لو حد واقف بره او حد واقف بعيد شويه وقدر ان هو يشوف ده وهو يقول لي انت في الموقف ده كنت ضحيه شويه، او في الموقف ده انت معاكي حق في الحاجه الفلانيه، بس الحاجه الفلانيه مش معاكي حق فيها قوي، نكون دايما زي بوصله لبعض، ان احنا بنوجه بعض او بنساعد بعض. كان كلنا بنسعى وكلنا بنجتهد، بس دايما نحاول نفكر بعض ان احنا ده الطريق، ده الهدف بتاعنا. ممكن نحيد عنه شويه، تمام، ومش كلنا مفيش 100% اتفقنا، فبالتالي طبيعي ان احنا في ساعات هتفلت مننا حاجات، وهنا مش هنبقى بنكذب على نفسنا، احنا بنسعى وبنجتهد وبنجاهد. صباحكم فل ويومكم حلو.